Oh look، حاجة زي ايه؟ ياه، بص بص هناك كده، بص. نكمل. بصوا بقى كده. He is a firefighter. He is a firefighter. نركز كده. He is اللي هي بمعنى هو، ورجل اطفاء اللي هو رجل المطافي بنقول عليها a firefighter. تمام كده. She is a vet. She is a vet يعني هي طبيبة بيطرية. اللي هي الطبيبة بتاعت الحيوانات اللي بنودي لها مثلا القطة لو عيانة او اي حيوان بقى لو عيان. معانا هنا بقى he is a dentist. he is a dentist. تمام، بمعنى هو he is a dentist طبيب أسنان، طبيب سنان. نكمل. he is an engineer. هو مهندس. هو مهندس. طب لو أنا شلت هو اللي هي he is وحطيت she is هيبقى معناها ايه بقى؟ شاطرين. هيبقى معناها she is an engineer اللي هي مهندسة. and she is a doctor. and she is a doctor بمعنى وهي طبيبة. ركزوا على الألوان كده. and اللي هي و she is هي الدكتور طبيبة. نتعلم بقى الكلمات مع بعض. طبيب الحيوانات أو طبيب البيطري بنقول عليه vet. vet vet. طب طبيب الأسنان دكتور السنان بنقول عليه dentist. dentist dentist. طب طبيب أو دكتور بنقول عليه doctor. doctor doctor. تمام كده. اللي عليه الدور بنقول ضابط شرطة بنقول عليه police officer. police officer police officer. يعني لو انت عاوز تبقى ضابط شرطة كده ان شاء الله هتقول ايه؟ I want to be a police officer. طب جندي اللي هو soldier. soldier soldier. يبقى عندنا soul وبعد كده ger. تمام. ورجل اطفاء هي firefighter. بالظبط كده زي ما انتم ما قلتوا firefighter. يبقى رجل الاطفاء بتاع المطافي ده اللي بيجي بخرطوم المية ويطفي النار ده اسمه firefighter. fire يعني نار وفايتر يعني مكافح. يبقى ايه؟ مكافح النيران اللي هو رجل المطافي. بعد كده معانا مهندس engineer. مهندس engineer ومهندسة برضو. ولما بقول فيت معناها طبيب سنان طبيب حيوانات وطبيبة حيوانات. يعني الكلام في الانجليزي يمشي مع البنوتة ويمشي مع الولد. engineer مهندس او مهندسة عادي. طيب رقم 10 بنقول عليه 10. 10 TEN بتتقال ازاي بقى؟ 10. اخيرا معانا هنا مدرسة teacher. teacher teacher. ممكن تبقى مدرس عادي. يعني انا لو شاورت على المدرس بتاعي وقلت teacher ده صح، ولو شاورت على المدرسة بتاعتي وقلت teacher برضو ده صح. يعني زي ما قلت في الانجليزي الكلمات تمشي على البنت وتمشي على الولد عادي. طيب انا عاوز اتكلم عن نفسي فهقول I am او I am a او an على حسب الكلمة اللي جاي عليها الدور. فلو مثلا كلمة بدأ بحرف متحرك او صوت متحرك بمعنى اصح بنحط an. طب لو في بدأ بحرف ساكن ما بنحطش an، بنحط a. ركزوا كده. I am an engineer يعني انا مهندس.
وبرضه معناها انا مهندسة على حسب اللي بيتكلم. لو بنت بتتكلم بتقول I am an engineer يبقى هي بتقول انا مهندسة. طب لو ولد يبقى بيقول انا مهندس. I am a teacher ممكن اقول I am a teacher انا استاذ. I am a soldier انا جندي. I am a vet انا طبيب بيطري او انا طبيبة بيطرية. I am a doctor انا دكتور او انا دكتورة. I am a dentist انا دكتورة سنان او انا دكتور سنان. I am a firefighter انا راجل مطافي. وممكن بنوتة تقولها I am a firefighter يعني هي ايه مش راجل مطافي بقى يا ست مطافي. طيب I am a police officer انا ضابط شرطة. سواء بنت سواء ولد بنقول ايه انا ضابط شرطة. تمام كده يعني مفيش حاجة اسمها ضبطة شرطة اسمها ضابط برضو. الفونكس عشان تبقوا عارفين هو الصوتيات او النطق ازاي ننطق الحروف. بينا يلا على طول. اول كلمة عندنا هنا هنتعلم فيها ازاي ننطق الاي في الاساس، وهنا نطقه اه اه، ومعاه الجي جي تبقى اج اه ج اج. تاني اه ج اج اج اج. تاني نفس الصوت اه ج ز، لان الاكس بتدخل على الاي فتعمل اج زي الصوت اللي قبل كده زي الكلمة اللي قبل كده، وبتخش على الاي فتعمل زي فاج زي ت اكزت اكزت. تاني اج زت. تالت اج زت exit exit بمعنى مخرج عشان لو محدش فاهم بمعنى مخرج exit exit exit. هنا ت ا ن ت ا ن اللي هي لو دخلناهم بقى على بعض ت ن تن ت ا ن ت ن تن ده رقم 10 تن تن. يبقى نلاحظ ان النطق الاي لسه معانا ما تغيرش تن تن ت ت ت ا ن ن تن تن. هنا معنا حرف جميل جدا جديد بنبدأ ننطقه كده. حرف ال بيتنطق اكني هبدأ انطق حرف اللام. الكلمة اصلا قريبة من اسمه في العربي، انا بنقول لام حرف اللام صح. حرف اللام هي نفس الكلمة. نقول ل ا م ب لامب لامب. في ناس بيقولوها لم لم لامب بس هي بتنطق برضو لام لامب 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 لامب. والبي ده ما بنشدش عليه قوي لان هو في الغالب ما بيتنطقش بصوت واضح. اختها بالظبط اللي هو الخروف الصغير لام، والبي سايلنت ما بتتنطقش. كانت بتتنطق زمان في الميدل انجلش، محدش هيعرف ايه الميدل انجلش بس المهم كان بتتنطق زمان وما بقتش تتنطق، بس هما ما شالوش الحرف سابوه زي ما هو. فهي لام لام لام. هي قريبة من الكلمة اللي قبل كده اللي هي مصباح او لمبة. تمام.
بس الاختلاف طبعا في الحرف الاخير. لو لمبة هتبقى بي، لو خروف هتبقى بي. بس كده ننتقل على اللي بعدها. هنا مش هنقول ايه، لان الحرفين دول لما بيجوا مع بعض بيبقى اكنه يه ممدودة اي. الاتنين دول مع بعض ينطقوا ازاي؟ اي. فيبقى معانا ليف، ليف، ليف. يبقى ل اي ف، ليف، ليف، ليف. ده صوت ورقة، مش صوت ورقة الشجر، اسم ورقة الشجر. يبقى ورقة الشجر بنقول عليها ليف. اخيرا لما بنقول ليمون هما بيقولوا ل ل ا م او ن، ليمون، 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 ليمون. يبقى الاي رجع صوتها الطبيعي تاني اللي هو ايه، فبقت ل ل. دخلنا الحرفين على بعض، ننطق ال الاول، بعد كده الصوت ده اللي هو ا ل ا ل م م ام او م ن ن ن. يبقى lemon، lemon، lemon. how things are made. how things are made يعني ازاي الحاجات بتتعمل، الاشياء بتتعمل. اول حاجة عندنا cotton. cotton ومن الاسم واضحة ان هي قطن، cotton. فعندنا بنقول ان cotton is used to make fabric. cotton is used to make fabric. هقولها تاني. cotton is used to make fabric. يعني القطن مستخدم لعمل القماش اللي احنا ساعات بنقول عليها الفابريكا. fabric، fabric اللي هي الفابريكا، القماش يعني. تمام، زي ما احنا شايفين كده fabric، fabric، fabric. أول جملة بتقول fabric is made from cotton. fabric is made from cotton. fabric is made from cotton. هقولها تاني. fabric is made from cotton يعني الفابريكا أو القماش معمول من القطن. القماش معمول من القطن. طيب عندنا الكلمة دي fabric is used to make a t-shirt. fabric is used to make a t-shirt يعني الفابريك اللي هو القماش بيستخدم لعمل، يستخدم لعمل تيشيرت، تيشيرت. تمام، يبقى fabric is used to make a t-shirt. t-shirt، تي وشيرت، يعني عندنا حرف تي شرطة ش، الاس اتش بتعمل صوت ش، حرف الشين كده ش، والاي اي، يبقى تي شيرت، تي شيرت، تي شيرت. A t-shirt is made from fabric. A t-shirt is made from fabric. أقولها تاني. A t-shirt is made from fabric يعني التيشيرت مصنوع من، is made from يعني مصنوع من fabric، قماش. تمام، القماش ده ممكن يكون معمول من القطن، so القطن، so fabric might be made from cotton. بعد كده عندنا wheat. wheat زي ما احنا ما شايفين في الصورة ده قمح، فقمح بنقول wheat. أكن ال H silent، W E A بتتقري وي، بعد كده ت صوت التي، wheat. wheat is used to make flour
يعني القمح يستخدم لعمل أو لصناعة الدقيق. Wheat is used to make flour. Wheat is used to make flour. Flour اللي هو الدقيق. Flour is made from wheat. Flour is made from wheat. Flour is made from wheat. يعني الدقيق معمول من القمح. Flour is used to make bread. Flour is used to make bread. Flour is used to make bread. يعني الدقيق يستخدم لعمل الخبز. الدقيق يستخدم لعمل الخبز. bread خبز. bread وبعد كده red. bread is made from flour. bread is made from flour. bread is made from flour يعني الخبز معمول من الدقيق. الخبز معمول من الدقيق. bread is made from flour. It's rainy عنوان النهاردة. ده كورس المبتدئين. نبدأ على طول. بسم الله. sunny بمعنى مشمس. sunny. فلو أنا قلت it's sunny فمعناها الدنيا مشمسة أو الجو شمس مشمس. تمام. it's sunny. ممكن أقول it's sunny today يعني النهاردة مشمس. أو it's very sunny today بمعنى الجو مشمس جدا النهاردة. cloudy it's cloudy يعني الدنيا مغيمة. it's cloudy today الدنيا مغيمة النهاردة. it's very cloudy today الدنيا مغيمة جدا النهاردة. rainy it's rainy يعني ممطر. it's rainy يعني ممطر الدنيا ممطرة يعني أو الدنيا بتمطر. it's rainy today يعني الدنيا ممطرة النهاردة كصفة. it's very rainy today يعني الدنيا ممطرة جدا النهاردة زي ما شايفين كده. فلما أقول rainy تخيلوا معايا الشكل ده. windy بمعنى عاصف. it's windy يعني الجو عاصف. it's windy today الجو عاصف النهاردة. it's very windy today يعني الجو عاصف جدا النهاردة زي ما احنا شايفين كده. تمام. لو انا قلت it's very windy today تخيلوا معايا المنظر ده. hot بمعنى حار وساخن. it's hot بمعنى الجو حر. it's hot today الجو حر النهاردة. it's very hot today يعني الجو حر جدا النهاردة. واخيرا طبعا معانا cold. it's cold بمعنى الجو بارد. it's cold today بمعنى الجو بارد النهاردة. طب it's very cold today بمعنى الجو بارد جدا النهاردة. يبقى نرجع كده نعيدهم تاني. عندنا cold it's cold today. it's very cold today. hot it's hot today. it's very hot today. windy it's windy today. it's very windy today. rainy it's rainy today. it's very rainy today. cloudy it's cloudy today. it's very cloudy today.
sunny, it's sunny, it's sunny today. نبدأ مباشرة. windy اللي هي زي ما قلنا عاصف، فيه كثير من الهواء. ولكن ننطق ازاي؟ احنا بنتعلم النطق دلوقتي phonics. عندنا حرف الدبليو دايما بيبقى اكنك هتقول و، حرف الواو كده و. تمام. فمعاه الاي اكنها الكسرة، فنقول وي. windy. تمام. windy. حلو كده. اقولها كمان مرة windy. نفس الفكرة window. يبقى عندنا د معاه الاو والدبليو دو، يبقى window بمعنى نافذة او شباك. تمام. عاوز اظهر القلم بتاعي الماركر كده عشان تقدروا تمشوا معايا. ننتقل على الصورة اللي عليها الدور، والكلمة اللي عليها الدور هي watch. تمام. انا بقول watch. حلو كده. ممكن يختلف النطق على حسب انهي دولة انت رايحة، ولكن في الاول في الاخر watch. تمام. اللي هي ساعة اليد. watch. طيب ركزوا معايا يا حبايبي. برضو معانا قمر اللي هو moon. تمام. يبقى الام او اكني حطيت على الام ضمة، بدل ما بقول هقول م. حلو كده. وكمان او فانا مديت فبقى معايا مو. على فكرة او من غير الان، ده الكلمة اللي بيستخدموها علشان يوصفوا صوت البقرة. حلو كده. بالنسبة لهم بتعمل صوت مو. تمام. طيب يبقى مون، نحط صوت النون او الان في الاخر. مون. حلو كده. طيب خريطة اللي هي map. يبقى الام فتحة map. البي هو اخو البي، ولكن الفرق ايه؟ الفرق في البي بحرك احبالي الصوتية، انما في البي هو انفجار هواء من الشفة بدون ما احرك احبالي الصوتية. ب. تمام. فهو عندنا ماب مش ماب، غلط. تمام. انما هي ماب. طيب معانا ايه تاني؟ اخر كلمة معانا اللي هي تمام. مش دايما الحروف المتحركة بتدي نفس الصوت، دي قاعدة اعرفها عن الانجليزي ليست لغة ثوابت، وانما لغة مفاجآت. تمام. يعني ايه؟ يعني ده كان معانا اكنه ضمة بمعنى مو زي كلمة مون، ولكن دلوقتي هو اكنه فتحة مام. تمام. ففي الكلمة دي هو جاي فتحة مام بمعنى ايه بقى؟ بمعنى بمعنى ايه؟ تمام. يبقى لما نيجي نتعلم اي كلمة جديدة لازم ندور على نطقها، لان اكيد بنسبة 99% في مفاجأة في حرف من الحروف بتوعها، صوته ممكن ما يكونش زي ما احنا متوقعينه. دي طبيعة اللغة الانجليزية، وللأسف محدش يقدر يعمل معاها حاجة كده. Thank you for watching. كنت مع مستر عبد الله إيهاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.